الجهات الخاصة التابعة لنظام دخول الشام بإلقاء النص على التنبيه غاية المطلوب، وبعد التحقيق معهم تبين أنه قد ارتكب جرائم كثيرة وسيثني لنا باعترافاته. اسمك؟ اسمي باسل محمد منصور. عملك؟ ممرض في المشفى العسكري. كيف كنتم تتعاملون مع السلحة من المتظاهرين في المشفى العسكري؟ المشفى العسكري هذا وقت اللي المتظاهرين يتصابوا بكدمات، فيقوموا الرجال الامن بجلد اللعنة على المشفى العسكري. نيجي بمشفى العسكري وقت يجونا نحن نقوم بعملية تضميد جراحي وتعليق سيرومات لهم. في الوقت هذا بيجينا امل من الضباط المسلمين والاقسام العنة بتصفية هؤلاء المرضى، بتصفيتهم بعدة طرق، يعني بعدة طرق، كونه إبر أو قطع أكسجي أو حالة، يعني المهم أن نقوم بعملية التصفية هؤلاء المتظاهرين. وبعد تصفيتهم هلا نحن بعد ما نقوم بتصفية بيقوموا رجال الأمن أو الضباط المسؤولين عنا بيقوموا بيأخذون على المشرحة. المشرحة هناك في ضباط بيقوموا بمتابعة أمرين. بس أنا كوني اطلاعي على المشفى العسكري وتواصلي مع زملائي ورفقاتي بالمشرحة وتوصلوا لي أفكار إنه هنيك بالمشرحة يقوم بتقطيع هؤلاء الجثث أو توزيع أعضائها. لو بيستعملوه ولا إيش بيستعملوهم بعد ما قطعوا الجثث؟ نعم، هذا وقت بيقوموا بتقطيع الجثث في عندك كذا حالة للجثث. بعض الأعضاء النبيلة الحمسمية يقومون بإعطائها للناس العلويين المريدين، اللي مثلا عندك كلاوي، عندك القرنية، عندك بعض الشرايين. وقت الأعضاء اللي يمكن نقلها من جثة حاملة إلى شخص مصاب بحاجة لنقلها خلال 6 ساعات فقط. هذا بالنسبة لموضوع الجسد. في عندك الجسد الأخرى بعد ما يتم تشريحها، إذا ما في عسكري أو شخص علوي بحاجة إلى القطع هاي، فبيتواصل مع المشاكل. بعض المشاكل الخاصة هي الضباط من الدعاية الطبية، أنا ما عندي معلومات كافية عنها، بيتواصلوا مع المسؤولين ناقصكم شيء قطعة إنسان قطع بني آدم، فبيتواصلوا مع تجاريا ويتم بيعها. والقطع اللي ما فيها إنه يستفيدوا منها عم يمسوا فيها ويسووا فيها تفجيرات. نعم. كيف فهمنا شو؟ هلا بالنسبة لموضوع الجسد، طالما نحن قطعنا الهيكل البشري، أخذنا منه كلية، أخذنا منه قرنية، أخذنا منه عضو، فباقي الأعضاء شوية تسوي فيها أنت، فهون بيتم تقطيعها بشكل مثل عبارة عن تقطيع أي حيوان يتدرسه، والذهاب إلى أماكن معينة وتوزيعهم في الليل، ومن ثم في الصلاة تفسير أو يناسبه، وبيقولوا إنه هذول المدنيين أو مجندين حسب بقاء الجسد. إذا الجسد هي مدنيين فبيقولوا هذول المدنيين معذبين، والقنبلة اللي بتدعوها العصابات المسلحة هي السبب. أو إذا كانوا مجندين فبيحطوهم بأماكن بقطع عسكرية ويفجروا، مثل تفجير اللي صار بسكن تهانو، كونه كان عدد العساكر الجثث اللي عندنا فيها وما بيعرفوا بتروحوا بالجثث، فأخذوها على شارع سكن تهانو وفجروا السكنة وقالوا هي الجثث إنه هن تابعين عناصر مجندين بالسكنة. هل يوجد نساء أو بنات لهؤلاء؟ بالنسبة لكون احنا مشفى عسكري، والمشفى العسكري مجرد دخول أي أنثى له بيعمل بلبلة، فدائما رجال الأمن يذهبون بجنس النساء إلى مشفى الجامعة ومشفى الرازي. هي المعلومة أنا أخذتها من زملائي اللي دوموا في مشفى الرازي ومشفى الجامعة، فخبروني إنه كمان تجيهم حالات وناس أو يعني بنات أو نساء بيدخلوا بكدمات من وراء التظاهر على مشفى الرازي، ومن ثم ينزلون لتحت العمليات مشان موضوع عملية تطليق الروح، بيطلعوا انهم متوفيين يعني، ومن ثم يقومون بأخذهم رجال الأمن طبعا، يقومون بأخذهم إلى مشفى الجامعة، لأنه يعني مشفى الجامعة هو عبارة عن البراد بنوضع فيه هذول الجثث. بعد ما بنحط الجثث فيه في عندك كذا ترتيبة. في ناس الآن بيعرفوا إنه أهل صغيرين ما خرج يحكوا شيء، فبيروحوا إنه يعني إذا كانوا توقفوا
هاي جثته الله يرحمه. وفي ناس أصحاب عشيرة كثيرة قد يقومون ببلبلة، قد يقومون بأشياء عدة، فهذول يحافظون على هاي الجثة ومثل ما حكينا اما بشرحوها او بيبيعوها او يفجروها، او الاحتمال الاخير واللي هو اخر شيء لما يحسنوا يستفيدوا من شيء يبعثوها على ايران. هي الفكره انا واثق منها تماما انه موضوع اللي يبعثوها على ايران. طيب في مشفى الوفاء. نعم، مشفى الوفاء كونه مشفى خاص يعني، وانا دوامت فيه من الساعه 8 للساعه 8 من الساعه 8 مساء للساعه 8 صباحا، فتجينا احيانا بعض حالات تظاهر مثل طلق ناري بالقدم او طلق ناري باليد او اصابات طلق ناري يعني. فوقت اللي رجال الامن او الفسفوس اللي ضمن المشفى يخبر رجال الامن انه في عندنا شخص مصاب، فرجال الامن مباشره يطاوعوا المشفى وياخذوا هذا المتظاهر وياخذوه يعني لوين على الاغلب ياخذوه اما عمل اذا كان مدني على مشفى الجامعه او مشفى الرازي، واذا كان عسكري ياخذوه عنه على مشفى العسكري. طيب في مشفى الرازي. مشفى الرازي مثل ما قلت انا مثل ما حكيت، زملائي خبروني انه المتظاهرين بيحطوا مشفى الرازي بقسم الجزئيه. بها القسم هذا بيتم تصميم الجروح، بس كل الناس تعرف المشفى الرازي للعامة لكل الناس، فمشان ما يصير في بلبلة وكونوا المتظاهرين محطوطين مع بعض فبنزلوا لنا نحن على العمليات وهيك بيتم عملية التصفية بالعمليات تحت يعني. من كان يعطيكم الأوامر لتصفية المتظاهرين؟ هلا بس اللي كان يعطينا الأوامر هن الاثنين، إما رجال الأمن تحت تهديد السلاح مباشرة وقت بتكون الحالة مستعجلة، أو يكون هذا الشخص المصاب خطير يعني ما خرج من ضعيفه لمدة طويلة، أو إنه يجينا من أمر من الضباط المسلمين القسم تبعنا يعني. هل كان في المشفى أشخاص إيرانيين أو من حزب الله؟ نعم، من المشفى العسكري أنا شفت أطباء وخبراء إيرانيين، بس كانت تحذيرات أمنية كثير وتطبيق الأمني كثير يعني ما خرج لا نحكي معي ولا نتعامل معي نهائيا، دائما في حماية يأخذون ويجيبون، فدائما هذول يقعدوا إما بغرفة رئيس الأطباء أو بالمشرحات ما نشوفهم أحيانا يعني. ما هي رسالتك التي توجهها لتبعية النظام؟ فأول كلمة واحدة بنهاية الحديث إنه لكل شخص شارك بالمجازر اللي عم تصير، إنه صحيح إنه فهمونا إنه بشار الأسد مورد، بس إحنا لازم نرجع ونعرف إنه الله موجود ما بشار الأسد ولا غيره في الله هو اللي شايف. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ورسالة الثانية غير لشبيه الأسد، الرسالة الثانية بوجهها من كل قلبي لطائفتي طائفة عربية. أنا بقول لهي الطائفة أنتم 2 مليون بشار الأسد واحد، بشار الأسد بتقتل 2 مليون، فأنتم اختاروا، أما إنكم تنقصوا كلياتكم وبشار الأسد يطلع على روسيا ويضحك عليكم، لا أما أنتم طالعوه وتعيشوا بأمان. السنة أنا صار لي هون 15 نهار ما حد أذاني ولا حد ضربني وطعموني وسقوني وقدموا لي كلمة هو في طيب، وعلموني شو الإسلام الصح وإنه دين الرحمة ودين المغفرة، وعلموني إنه مو هيك ديننا ومو هيك كلنا. بشار الأسد عبارة عن إنسان، في عندك 23 سوري بيستاهلوا يكونوا رئيس. بشار الأسد ما الله خلقه يكون رئيس، صار 40 سنة بين الأسد عم يحكمونا لأيمن، وبعدين صرنا مملكة، صرنا حكم وراثة، نحن على أساس حكم جمهوري. يا شباب يا طائفة يا علويين 2 مليون، برجع رأيكم 2 مليون مقابل واحد، إذا ضل هالواحد أنتم قتلتوا، وإذا راح هالواحد أنتم بإذن الله منتصرين. تعتقد أن الثورة تتصل على بشار المجرم ولا ماذا تنتصر؟ بشار زائر ولا غير زائر؟ بإذن الله، لأنه إرادة في مقولة بتقول إنه إرادة الشعب لا تقع. طالما الشعب هو أراد هذا الشيء، يعني أنا بقولكم العسكري وقت يعني يحمل بالودة، العسكري وقت يعني يحمل بالودة بالصرماية إنه خايف بالشارع، خايف من جماعته، بس وقت كل شيء هون من الثورة حمل بالودة لأنه الجهاد في سبيل الله. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. عاشت سوريا ويسقط الشعب الأجنبي. عاشت سوريا.